عارف انت اكتر لحظة بتكسر بني ادم؟ لما حد يكون بيكلمه كل يوم وفجأة يختفي، كأنك كنت بتحب شبح مش انسان. اللي بيحصل ده اسمه في علم النفس الجوستنج، واللي صاغ المصطلح ده كان العالم النفسي الشهير جون سارسون. قال بقى ان دي واحدة من اكتر الطرق اللي بتسيب اذى نفسي في العلاقات الحديثة، لانها بتسيبك معلق من غير ختام ومن غير تفسير. في نظرية اسمها الانسحاب المفاجئ، وبتشرح ان الشخص اللي بيعمل كده غالبا بيكون عنده خوف من المواجهة، او شخصية نرجسية بتحب تسيبك تتوجع وتسأل انا عملت ايه، وهو ولا فارق معاه. بس المشكلة بقى مش في اللي اختفى، المشكلة انك بتقعد تحلل وتفكر وتحاسب نفسك، مع ان العيب مش فيك على فكرة. كلنا بقى يا سيدي قابلنا الشخص الشبح ده، اللي بيدخل حياتك زي اعصار ويخرج منه كأنه ما كانش اصلا، اللي بيديلك وعود ويخليك تتعلق وبعدها يروح عامل بلوك او يختفي بهدوء قاتل. في بحث بقى من جامعة ستانفورد سنة 2022 قال ان 60% من الناس اللي تعرضوا لده دخلوا بعدها في حالة من القلق الاجتماعي والخوف من الارتباط التاني. طب لو ده حصل معاك لازم تفهم، اللي بيختفي من غير وداع غالبا بيكون بيمثل طول الوقت، واللي بيهرب من المواجهة مش جدير انك تحزن عليه. واسأل نفسك، هو اختفى بس انت لسه مستني يرجع؟ طب لو رجع هتثق فيه تاني، ولا هتفتكر اللحظة اللي كنت فيها بتنهار وهو كان بيعيش حياته عادي جدا؟ افهم انك تستاهل حد يبقى راجل في وداعه قبل ما يبقى حبيب في وجوده. انا مخلص جويش، وهي دي بقى الخلاصة.